كلمات توجهها لمحمد رمضان. كلمات وجهها لمحمد رمضان، والله حقيقة يعني ليس عندي الكلمات أن أوجهها، فأنا لا أرى والله أنه هناك مجال أن أوجه له كلمة. حقيقة اعذرني. لا يوجد له ولا نصيحة للعربدة التي قام بها، وكأنه يعني ما شاء الله. لا يوجد، عادي. لكن ممكن توجه كلمة طريفة إلى الحكام. تفضل. يا رب العالمين، ألا قبح الله وجوهكم، ألا قبح الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها. قلنا كلمة، ما قلناش صراخ. محمد رمضان لم تجد له كلمة توجهها له، لكن الحكام يعني ما شاء الله كادت حبال صوتك أن تتقطع وتتمزق. يا أخي هون عليك. تجلسون عليها فيا جبار ويا قاهر السماوات والأرض. هذا اللفظ الذي يستعمله كثيرا، ويا قهار السماوات والأرض، من أين أتيت به؟ إذا كنت تقصد قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ما قال قهرا، قال تأتينا طائعين. ثم إذا كنت تظن أن هذا اللفظ ائتيا طوعا أو كرها معناه أنه قهرهما، لا، الله لا يحتاج أن يستعمل قوته ليقهر السماوات والأرض، وأمر منه إن إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. تفضل. يعني الشرح موجود عند الكثير من المفسرين أنه يقول سبحانه وتعالى فقال الله للسماء والأرض جيء بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من شمس وقمر ونجوم، وأما يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من أشجار وثمار ونبات وتشققي عن الأنهار إلى آخره. كما جاء في سورة الحديد مثلا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهناك أيضا يعني تفسير لعبد الله بن مسعود في نفس السياق لما سئل عن فتق السماء والأرض فأعطى نفس التفسير. فهذا يقول يعني يا قاهر السماوات والأرض، ما هذا؟ لماذا تستعمل هذه الألفاظ المخيفة المرعبة وتحرفها عن مسارها فقط لزعزعة ودغدغة مشاعر الجاهلين والغافلين؟ يلا كمل. الله وجوهكم، ألا قبح الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها. حتى هم يستطيعون أن يقولون لك قبح الله وجهك. يعني أنت لو كنت حاكم ماذا كنت ستفعل؟ يعني والله فمك الأسود من الداخل وكأنه أفعت المنبع. تعرف المنبع؟ هو هذا أخطر ثعبان على وجه الأرض، أخطر من الكوبرا، أخطر من ما تريد. هو هذا نفس الشيء، نفس النظران، نفس سواد الفم، نفس الشيء. لما تقول يعني قبح الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها، يعني حبيتهم يحكموا واقفين ما يريحوش. الله له عرش وله كرسي يليقان بمقامه العظيم الجليل، وهو سبحانه مستوي على عرشه استواء لا نعلمه لكن نؤمن به. ويحكم ويقدر ويفعل ما يريد، فعال لما يريد. يعني مالك معترض هكذا يا أخي؟ أخفت الأطفال. يلا كمل. فيا جبار ويا قاهر السماوات والأرض، ألا قبح الله وجوهكم، ألا قبح الله. يا جبار. الله يسمعك والله، لا يحتاج أن تصرخ، حتى لو دعوته سرا يسمعك، لا تقلق. تلك الكراسي التي تجلسون عليها. خلاص لا تجلسون، ممنوع الجلوس. سمعتم؟ هيا قوموا من كراسيكم واحكموا وأنتم واقفون. سليمان عليه السلام مات وهو جالس، حتى بعث الله يعني حشرة تأكل من عصاه ومن ساعته فوقع، وإلا ما للبث الجن في عملهم. حكم وهو جالس أيضا. يلا. هذا الخنثى، هذا المخنث، مضرب مطلوب، ما يعني شنو هذا؟ لا، هذا ليس له كلمة ولا حتى نصيحة لوجه الله من باب النهي عن المنكر. لم يجد له. لكن والله شوفوا خبثهم هذا هو ثمرته. ترون الثمرة؟ انظروا. ناس خارجة في الشارع على رأسهم ما يسمى بالمحامين، وهؤلاء الخنازير لهم أهداف، هم تابعين لحزب انفصالي في الجزائر
وعلى رأسهم مصطفى بوشاشي العميل الكلب الذي كان يبعث رسائل يشكو حكومته إلى الكونغرس الأمريكي، تمام، وإلى البرلمان الأوروبي. هذو هم أتباعه ومن حزبه ومن ثمرات أفكاره هو وأمثاله. فيخرجون هؤلاء يجدون فرصة لإخراج الشعوب تحت مظلة دعم غزة، والحمير والبغال من ورائهم تمشي وتصفق وتمزق حبال حناجرها أيضا. وهذا صاحب الحساب ايش كاتب؟ كاتب مظاهرات جزائرية تطالب بالجهاد في غزة. يا أخي روحوا جاهدوا، الله ينعل الراس تاع باباكم الحلوف. شكون شاهدكم؟ والله لو كنت أنا مكان تبون نعطيكم السلاح ونقول لكم روحوا جاهدوا، روحوا جاهدوا، والله لا يردكم. واش راه شاهدكم؟ يعني الجهاد جاكم فقط هنا. طيب سؤال مهم، يعني هل هذه الطريقة، يعني لا يوجد طريقة أخرى غير هذه للنصر؟ هل هكذا تنصر غزة؟ هل هكذا تنصر غزة؟ غناء يعني كل المقطع رايح غناء هتافات، وهذا الكلب كاتب مظاهرات جزائرية تطالب بالجهاد في غزة. من طلب؟ من نطق هذه العبارة؟ ولا أحد من هؤلاء الكلاب التي تتظاهر أصلا، كلها موسيقى. ويضيف رحيل السفير الأمريكي بالجزائر. كذب. هذه هي الحقيقة. حقيقة المقطع هي غناء وهتافات. اليوم تبدأ شوفوا أعطيها لكم خلاصة، زبدة كل ما يجري في كلمة. اليوم عصيان مدني، غدا مظاهرات، بعد غد تفجيرات. وإذا كذبتوني أرجعوا للأرشيف، ماذا حصل يا شعب في التسعينات؟ أرجعوا للأرشيف، بدأت هكذا: احتجاجات، مظاهرات، عصيان مدني، تفجيرات، والنتيجة نطق بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 250 ألف ضحية. تفجيرات في كل مكان، ذبح، إرهاب. الناس كانت يعني إذا مشى القط فوق السقف راح النوم، طار النوم. يا من تريد أن تجاهد في غزة. حذاري حذاري حذاري، والله هذا منكر. وهؤلاء الكلاب الخنازير في الصف الأول والله لا هدف لهم إلا سياسة ومال، وكل نص هذا أغلبهم ربما كلهم عملاء فرنسا، عملاء السفارة الأمريكية والصهيونية. هذو عملاء لا تثقون فيهم. إياكم ثم إياكم ثم إياكم، التفوا بحكومتكم مهما كانت الصعاب، وادعوا الله عز وجل واصبروا ولا تخرجوا على حكام كما أمركم الله. يعني أنا كلامي ضربوه عرض الحائط. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولا تسمعوا لتفسيرات الخوارج الذين يقولون أولي الأمر منكم، فهل هؤلاء منا؟ نعم منا. فهمت؟ إذا كان يسكر ولا يزني ولا هذه كبائر لا تخرجه من الدين. أوكي، إذا سرق هذه يتحاسب أمام الله عز وجل. كلنا نسرق وكلنا نكذب وكلنا نرشي وكلنا كاع نديروهم كاع، احنا كامل نديروا الحرام كما هما، ما يشقاش واحد يلعبها لي ملاك وهما شياطين. هذه باختصار. اوكي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت اليوم عندك نعمة الأمن، كالي شارب، عندك مدرسة يروحوا أولادكم للمدرسة، يروحوا للمستشفيات، يروحوا كذا. أنت روح عمر المسجد، ادعي ربك عز وجل، اخدم خدمتك واتقنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه. شوف أنت خدمتك اليوم، إذا خدمتها نيشان، إذا وصلت في الوقت، إذا خرجت في الوقت، ولا سرقت نص ساعة الصباح ونص ساعة العشية، يعني سقم روحك والله ربي عز وجل راح يزيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صح ولا لا؟ سقم روحك، ربي يسقم لك حياتك، ويسقم لك نظامك، ويسقم لك معيشتك، ويسهلها عليك، ويفتح لك بركات. أنت فقط 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 اتقي الله. انتم كاع كيما راكم ديالكم خارجين تصفقوا وتطبلوا، هذه تقدروا لها، بصح تسقموا رواحكم لا هذه ما تقدروا لهاش. صعيبه. الخراب سهل، الشيطان يلعب بكم، يؤزكم أزة، يلعب بكم كالخاتم. فهمت؟ والكلاب والحمير هذه تجر فيكم، تجر فيكم للهلاك والخراب، وانتم رايحين تخربون بيوتكم بأيديكم. هذه تكفيكم إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.